ركلة ركنية لصالح فريق الترجي، تنفذ الكرة إلى داخل منطقة جزاء فريق الإفريقي، فتذهب الكرة باتجاه لاعب الترجي مرياح الذي يقوم بعملية تسديد بوجه قدمه اليمنى من مسافة قريبة. لاعب الأفريقي السهيلي يقوم بعملية دوران مع تحريك يده اليسرى بعيدا عن الجسم، وبالتالي لتصطدم الكرة بمرفق يده اليسرى. وبالتالي هو قام بتحريك اليد خارج إطار الجسم، مما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وبالتالي اللمس موجود. وقرار الحكم الأولي كان خاطئا باستمرارية اللعب، إلا أن تدخل تقنية الفار وعدم مشاهدة الحالة عاد الحكم ليتخذ القرار الصحيح باحتساب ركلة جزاء على فريق الإفريقي لوجود لمسة يد، لأن اليد كانت قد جعلت الجسم أكبر بشكل غير طبيعي.